السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وحضراتكم بخير. وقبل اي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهاردة ان شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية اسم مرتضى في المنام، وحابة اذكركم ان تفسير الاحلام ما هو الا اجتهادات والله تعالى اعلى واعلم. وما تنسوش تدعوا لي بالعوض الجميل، ربنا يرزقنا ويرزقكم خير الدنيا والاخرة. قولوا امين. تفسير اسم مرتضى في المنام للامام ابن سيرين، وكتير من علماء التفسير أيدوا أو أكدوا أو قالوا إن اسم مرتضى في المنام بيدل على شخصية صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية، إن هو من الشخصيات الراضية القنوعة دايما بما كتبه الله له، سواء كان رجل متزوج أو امرأة متزوجة. وكمان رؤية اسم مرتضى في منام الحامل بيدل على ان ربنا هيكرمها بطفل، وهتكون راضيه بيه وقنوعه، وان ربنا هيبارك لها فيه. كمان رؤيه اسم مرتضى في منام الفتاة العزباء بيدل على رزقها بشاب قنوع، او هي كمان هتكون راضية ومبسوطة بيه وبظروفه وبامكانياته. كمان رؤية اسم مرتضى في منام الشاب الاعزب بيدل على ان صاحب الرؤية شخصية قنوعة، وكمان ان ربنا هيرزقه برزق هيكون واسع بامر الله، وهيكون راضي جدا ومقتنع وعنده قناعة ان ده رزقه وان ربنا هيبارك له فيه. كمان رؤية اسم مرتضى في منام في منام الطالب بتدل على ان الطالب عنده قناعة في دراسته، او عنده قناعة بالنتيجة اللي هيوصل لها، وهيكون راضي والله تعالى اعلى واعلم. كمان اسم مرتضى في منام المرأة المطلقة والارملة بيدل على ان صاحبة الرؤية او صاحب الرؤية، سواء رجل مطلق او رجل ارمل، فسيان الوضع ايه، فده هيكون بيدل على انهم من الشخصيات القنوعة اللي راضية باللي ربنا كتبه لها. وكمان ان الرزق اللي هيجي لهم، او ان العوض اللي هيجي لهم من ربنا سبحانه وتعالى هيراضيهم، وهيكون مقتنعين جدا بيه، وهيكون ده العوض الجميل ليهم ولحياتهم في الفترة اللي جاية، سواء رجل او امرأة. كمان اسم مرتضى من الأسامي الجميلة أو من الرؤى الطيبة الجميلة اللي بتبشر دايما بقدوم خير لصاحب الرؤية، وعوض جميل هيكون ربنا هيعوضه بيه، وهيكون صاحب الرؤية مقتنع بيه وراضي جدا عنه والله تعالى أعلى وأعلم. فضلا وليس أمرا، ما تنسوش تدعمونا بلايك حلوة زيكم، وتشاركوا الفيديو مع أخواتكم وأصحابكم وحبايبكم عشان نكبر بيكم وليكم. وأي حد فيكم محتاج تفسير أي حلم سيبولي تحت الفيديو، ان شاء الله هنعمله فيديو بيه او هنرد عليه في ساعتها. دمتم في رعاية الله وامنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.